قصتنا النهاردة يا جماعة قصة حقيقية واقعية حصلت لبنت يوم دخلتها واكتشفت ان جوزها. بنحكي القصة دي للعبرة والموعظة والتعلم. انا ضحى، عندي 27 سنة. طول عمري بحب البساطة في كل حاجة، وعمري ما كنت زي البنات بحب اخرج او اتفسح او كده. بالعكس، كنت بيتوتية شوية. وفي الشارع اللي كنا قاعدين فيه كان فيه قدامنا جيراننا دول كانوا محترمين قوي. كنا دايما بنروح نقعد معاهم شوية وهم بيجولنا شوية، بس يعني ما كانش في بينا اختلاط قوي. جيراننا دول كان عندهم ابن اسمه هشام، عنده 30 سنة. هشام ده غير الشباب كلهم، شاب طيب جدا ومؤدب ومحترم. عمرنا ما سمعنا عنه ان هو مثلا عمل مشكلة في الشارع او عاكس بنت او مثلا تطاول على راجل او اي حاجة. كل الشارع كان بيحلف بأدبه، كان بيخرج في حاله ويرجع في حاله. وفي مرة كنت واقفة في البلكونة بتاعتنا، فببص كده لقيت في واحد فاتح الشباك وواقف في الشباك بتاعه. لقيته هشام، لقيته كده بيبتسم لي من بعيد. وانا طبعا اتكسفت. انا عمري ما اتعاملت مع شباب، ولا عمري مثلا كان ليا علاقات ولا اي حاجة. حتى لما كنت في الكلية وكان ولد يجي يكلمني أو يحتاج مني ورقة أو قلم أو أي حاجة، كنت بتهرب منه واسيبه وامشي. المهم، طول ما أنا واقفة في البلكونة بلاقي هشام بيبصلي وبيفضل واقف طول ما أنا واقفة، وأول ما أنا أدخل هو بيروح داخل على طول. حسيت كده إن هو عايز يقول حاجة ومكسوف، يعني كانت نظراته بس كده من بعيد لبعيد. وبعد السنة دي لقيت هشام وأهله جايين يتقدمولي. طبعا احنا طول عمرنا عارفين ان هم ناس محترمين جدا، فطبعا وافقنا على طول. وحصلت الخطوبة بيني انا وهشام. وطول فترة الخطوبة حسيت ان هو مختلف جدا عن بقية الشباب، خجول زيادة عن اللزوم، وطيب جدا جدا ومحترم فوق الوصف. حتى في مرة واحنا في الخطوبة قلت له: هو انا ليه بحس ان انت من جيل تاني، مش زي الشباب خالص كده، ولا بيعرفوا يتكلموا ولا اي حاجة. برضو لقيته بيبصلي وبيضحك وبيسك على الكلام. حتى كلام الحب والرومانسية ما كانش بيعرف يقولهولي. انا اللي جذبني لهشام ان هو كان طيب فوق الوصف، وقلت احسن من شباب اليومين دول اللي بيفضلوا يلفوا ويدوروا ويحوروا. فطبعا طيبته الزيادة كانت سبب من اسباب ان انا وافقت عليه. انا منكرش ان هو شكله حلو ووسيم، بس طبعا زي ما انتوا عارفين ان ده مش كفاية. وفي مرة جه عيد ميلادي واحنا مخطوبين، فطبعا كنت متأكدة ومستنية من هشام ان هو يجيب لي هدية عيد ميلادي. انا زي اي بنت، يعني بتفرح بالهدايا والمفاجآت، وخصوصا في عيد ميلادي. فكنت متأكدة 1,000,000% ان هشام هيفاجئني حتى لو هدية بسيطة. فطبعا جه يوم عيد ميلادي وانا كنت مستنية هشام، واول لما الباب خبط فرحت جدا، وقلت دلوقتي اكيد جايب لي هدية ومفاجآت حلوة قوي. ففتحت الباب ولقيته فعلا، بس للأسف ما لقيتش هشام جايب معاه اي حاجة خالص. المهم، هشام دخل وفضلنا نتكلم شوية، وانا كل اللي في بالي عمالة اقول: يا ترى هو ناسي؟ يا ترى مش فاكر؟ طب يا ترى اقول له دلوقتي عشان يفتكر، ولا هتبقى شكلها وحشة في حقي، ولا اعمل ايه؟ فرحت قايله له، يعني من باب ان انا الفت نظره ولا حاجة: يا هشام، هو انت ما تعرفش ان النهارده عيد ميلادي؟ بصيلي كده باستغراب وقال لي: عيد ميلادك؟ قلت له: اه. انت ما انتش عارف ان النهارده عيد ميلادي؟ قال لي: لا عارف، بس وبعدين سكت وقال لي: لا مش عارف، انا ناسي. حسيت ان هو متوتر كده وفي حاجة غريبة. قلت له: النهارده عيد ميلادي. قال لي: كل سنة وانت طيبة. قلت له: يعني انا بشوف المخطوبين، يعني كنت تفتكر وان شاء الله كنت تجيب حاجة بسيطة معاك، انا زي اي بنت بفرح بالحاجات دي. قال لي: معلش حقك عليا، انا نسيت. طبعا منكرش ان انا زعلت في اليوم ده، ده كان اكتر حد كنت مستنية ان هو يجيب لي حاجة بسيطة. وبرضه التزمت له العذر وقلت مش مشكلة، يمكن مثلا من طيبته الزيادة ما يعرفش، او مش فاكر ان في حاجة اسمها عيد ميلاد، او ما جربش انه يتعامل مع بنات قبل كده. فدي كانت حاجة فرحتني بصراحة في حد ذاتها يعني. فالمهم، عدت الأيام
وكل يوم عن يوم بكتشف ان هشام فعلا طيب فوق اللازم. انا عمري في حياتي ما شفت راجل كده خالص، وكان خجول بطريقة كبيرة قوي. واللي انا استغربت له قوي ان كل شوية مامته تتصل بيا وتيجي تفضل تسألني وتقولي هو هشام عامل معاكي ايه، هو بيقولك كلام حلو يعني، هو مثلا بيعاملك ازاي. انا طبعا كنت مستغربة قوي، فقلت هي ممكن تكون عايزة تطمن مثلا ان ابنها كويس وبيعامل خطيبته كويس ولا حاجة. فبصراحة ما خدتش في بالي وقلت لها اه يا طنط كويس. الايام عدت وجه قبل الفرح بيوم. طبعا انا زي اي بنت كنت متوترة جدا. خلاص ما بقيش غير النهاردة وبكرة ان شاء الله هروح بيت تاني وهبقى مع شخص غريب وتحت سقف واحد. وطبعا كل بنت بتكون متوترة وخايفة من حاجات كتير قوي. اولها ان ممكن يكون الشخص ده مثلا بعد سنة او سنتين ما يطلعش هو الشخص ده اللي احنا اخترناه من الاول، ويطلع مثلا غير ما احنا كنا بنتمنى، يطلع اي حاجة. فطبعا بنكون في توتر كبير. بس كنت برجع واطمن نفسي واقول لا، هشام غير كده، هشام غير كل الرجالة، هشام شاب طيب قوي لدرجة ان هو بينسى كل المناسبات وما بيعرفش يتعامل مع اي حد خالص. انا يمكن عشان فاهمة من الاول واحنا جيران اصلا وفاهمين بعض. المهم جه يوم الفرح وعملنا فرح حلو قوي. وفي اخر الفرح خلاص ركبنا ورايحين على شقتنا. انا كنت مكسوفة قوي قوي، كنت مكسوفة من هشام، خصوصا ان احنا جيران عارفين بعض من زمان بس عمرنا ما اتكلمنا في اي حاجة خالص. هو اخرنا صباح الخير مساء الخير وخلاص. طبعا انا لما دخلت الشقة بتاعتي لقيت ماما مشغله لي القرآن في الشاشة بتاعة التلفزيون، ولقيت هشام جاي جنبي وبيقول لي اطمني، انا مش عايزك تتوتري ولا تخافي من اي حاجة خالص، اعتبرينا ان احنا صحاب، هناكل وهنشرب، انا عايزك تطمني خالص وما تخافيش من اي حاجة. طبعا كلامه ده طمني قوي وشال عني توتر كبير قوي كنت حاساه. وعدى اول يوم وتاني يوم وتالت يوم وهشام معاملته كويسة جدا معايا وحنين قوي قوي فوق اللازم، وشايل عني توتر اكيد كل البنات بتحسه. وبعد حوالي 6 ايام ماما جت عشان تشوفني، فابتسمت لي وبتقولي هو يعني حصل حاجة بينكو وكده. قلت لها لا يا ماما ما حصلش حاجة. قالت لي ازاي؟ قلت لها مفيش، هو سايبني براحتي وكده يعني. قالت لي بس انتوا كده بقالكم يعتبر اسبوع اهو. قلت لها خلاص بقى يا ماما. طبعا انا كشخصية كنت خجولة جدا وكنت بتكسف من اي حد يقول لي اي حاجة. وطبعا بعد ما عدى الاسبوع ده لقيت اليوم اللي بعده على طول مامته جاية عندنا وبتسألني وبتقولي هو حصل حاجة بينك وبين هشام؟ طبعا انا استغربت قوي، يعني ماما ممكن تسألني عادي، هي بتسألني ليه؟ طب ما كانت تسأل ابنها. انا طبعا اتوترت وما بقيتش عارفة اقول لها ايه. بعد ما عدى اسبوع حسيت برضو ان هشام مش في دماغه اي حاجة خالص. حسيت ان هو بيتعامل بطيبة زايدة وكل حاجة، بس مش في دماغه ان احنا عريس وعروسة وان احنا داخلين حياة جديدة وان المفروض يحصل علاقة ما بيننا وكده. لقيته شايل الموضوع ده من دماغه اصلا ومش بيحسسني بيه ولا بيحاول حتى ان هو يحسسني بيه خالص. فانا بصراحة خفت، فجيت سألته قلت له معلش هو انا ممكن اسألك سؤال بس ما تفهمنيش غلط؟ قال لي قوليلي اتفضلي. قلت له هو يعني مش المفروض ان بيحصل علاقة بين الزوج والزوجة وكده؟ يعني انا شايفة ان حتى ما بتعامليني برومانسية ان انت بتهمل للعلاقة او كده. قال لي ما تقلقيش ما تقلقيش من اي حاجة، عادي براحتنا، احنا يعني قدامنا العمر طويل، انتي مستعجلة على ايه؟ طبعا هو قال لي الكلمة دي وانا خفت اكتر، يعني المفروض ان انا ارتاح بقى واطمن. لا، انا هنا بقى خفت اكتر. يعني بعد مثلا اسبوع بيومين وتلاتة زي ما بيقولي سيبك من الموضوع ده وما تقلقيش وقدامنا العمر طويل، انا مش مصدقة. يعني انا شايفة ان كل الرجالة بتكون مستعجلة في الحوار ده، على عكس هو تماما. ازاي هو عكس الرجالة في كل حاجة كده؟ انا بدأت اقلق قوي. وبعد ما عدى اسبوعين من جوازنا وهو مقربش جنبي خالص، جيت بصراحة انا فتحته بقى تاني في الموضوع وقلت له هو انت مش عايز تقرب مني ليه؟ هو انت شايفني ان انا في حاجة يعني؟
قولي بصراحة وأنا أتقبل الموضوع. ده يعني لو أنت شايف إن أنت اتسرعت وشايف إن أنا مش الإنسانة المناسبة، أو أنت اتسرعت أو شايفني إن أنا مش نضيفة في نفسي، ريحتي مش لطيفة كده، قولي يعني ممكن أحاول أنا أشوف حل. قال لي لا لا لا، والله لا، مفيش حاجة من الحاجات دي، انت ليه بتقولي كده؟ قلت له اصلا انا شايفه ان انت حتى ما بتحاولش ان انت يعني تعاملني حتى برومانسيه، او تعمل مقدمات او تقرب لي، مفيش حاجه خالص. قال لي لا لا مفيش حاجه، يعني هو انت مستعجله على ايه؟ طبعا انا كل ما بيقول لي الكلمه دي وانا بحس بتوتر اكتر، وحاسه ان الموضوع فيه حاجه، وخصوصا ان اليوم اللي بعده على طول مامته برضو جت تاني عندنا عشان تسالني نفس السؤال، وقالت لي هو حاجة حصلت بينك وبين هشام؟ انا طبعا استغربت برضو، قلت لها ليه يا طنط، هو في حاجة؟ قالت لي لا لا، ده انا بطمن بس. وطبعا سبتها ومشيت. فانا بعد ما مشيت على طول قلت له انت لازم تقولي في ايه بالظبط، هو ايه اللي بيحصل؟ ده لو انت ما انتش عايزني قولي وانا همشي على طول. قال لي لا والله ما تقوليش كده، مفيش حاجة خالص. قلت له طب هو انت ليه ما بتقربش؟ ليه ما بتقربليش طيب؟ قال لي لا والله هقرب لك، بس يعني عشان عنك التوتر وانا كمان متوتر وكده. قلت له متوتر؟ انت حتى ما بتحاولش تعمل اي حاجة. وقلت له لازم نقرب من بعض النهاردة ويحصل بينا علاقة. قال لي لا خلاص خلاص، زي ما انت عايزة. وطبعا بعد اصرار كبير قوي مني حاولنا ان احنا يحصل بينا علاقة. ولاحظت حاجات كتير قوي غريبة عليه. لاحظت ان هو كل شوية يقول لي اطفي النور، طب تعالي نغطي وشنا، طب غمضي عينيكي، كلام غريب قوي كده. حسيت انه في حاجة غريبة، هو مش بتعامل مع راجل كده يعني زي اي راجل، لا، في حاجة غريبة كده، في حاجة غريبة. وطبعا لما حاولنا ان يحصل في حاجة بينا، طبعا اكتشفت الكارثة. كارثة، اكتشفت الصدمة بجد. طبعا انا بعد ما اكتشفت الصدمة دي قمت وفضلت منهارة من العياط، وهو برضه فضل يعيط جامد بشكل هستيري. اكتشفت يا جماعة انه هو مفيش خالص، يعني ملوش في العلاقة الزوجية خالص. عايزة اقول لكم ان في حاجة في جسمه، في الاعضاء عنده، يعني فيها عيب خلقي. طبعا انا اتصدمت، حاجة كارثة. وكل اللي جه في بالي وقتها، انا ذنبي ايه في ده كله؟ وليه ضحكتوا عليا اصلا؟ طب انت ليه نفسك ما قلتليش؟ طب مامتك ليه تعملوا حاجة زي كده فيا؟ طب انا ذنبي ايه في ده كله؟ هو ده اللي كان بيدور في بالي. وطبعا سبته وهو بيعيط ورحت الحمام علشان اغسل وشي. وفي اليوم ده نمت في اوضه لوحدي، وفضلت طول الليل منهارة من العياط، وعمالة اقول في نفسي يا ربي، طب انا طول عمري ماشية صح، وطول عمري ما كانش ليا علاقات، لا مع الشباب، ولا عمري كلمت واحد في التليفون حتى، ولا اي حاجة. طب ليه لما اصبر يحصل لي ده كله؟ ده انا رفضت عرسان كتير قوي يا رب، ما يكونش من نصيبي غير ده. طبعا صحيت الصبح ورحت عند ماما وحكيت لها القصة كلها. وماما طبعا صممت ان انا افضل عندها لحد ما نطلب الطلاق. عايزة اقول لكم ان اهلي راحوا يتخانقوا معاه ومع اهله، وحصلت خناقة جامدة قوي في الشارع ما بينهم لحد ما صوتهم عالي وفي ناس كتير سمعت. وفي الاخر اتطلقت. طبعا اتطلقت وانا لسه بنت، اتطلقت وانا ماليش اي ذنب خالص. يا رب انا مش معترضة ان انا اتطلقت، بس انا ليه يحصل فيا كل ده؟ انا مصدومة، مصدومة صدمة عمري. انا مش مصدقة ان هو ده الشخص اللي كان قدامي طول الليل وطول النهار، وما كنتش متخيلة في لحظة ان هو يطلع كده. طب انت ليه ما صرحتنيش بالحقيقة؟ طب ليه اهلك ما يعرفوناش؟ طب ليه مامتك ما تقوليش؟ آه، عشان كده بقى كانت كل شوية بتيجي تسألني وتقولي هو حصل حاجة بينك وبين هشام، زي ما يكون ما كانتش مستوعبة أو مصدقة إن يحصل حاجة بينا. وعشان كده طول فترة الخطوبة ما كنتش بتعرف تعبر عن حاجة، ولا كنت بتجيب لي أي حاجة، ولا أنت زي الشباب ولا كده. أنا بس دلوقتي عرفت واكتشفت إن دي ما كانتش طيبة زايدة. وطبعا بعد كده اكتشفنا إن هشام بيعاني من التخلف العقلي، مش هقول كتير يعني، بس عنده نسبة من التخلف العقلي، ده غير العيب الخلقي اللي في الأعضاء بتاعته. أنا عايزة أقول لكم إن أنا دلوقتي عندي اكتئاب حاد،
عندي صدمة شديدة ونفسيتي متدمرة. وعايزة اقول لكم كمان ان الفترة دي بيتقدم لي عرسان كتير قوي قوي، ومعترضة على كل اللي بيجولي، ونفسي مسدودة، وكل اللي بيتقدم لي حاسة ان انا هتصدم فيه لما اجي اتجوزه او يحصل بينا نصيب. طبعا انا مش عايزة اتجوز خالص دلوقتي، انا كرهت الجواز كله وكرهت الرجالة، شايفاهم ان كلهم كدابين، وان انا هكتشف حكاية من وراهم. انا ما بقيتش عايزة اخرج الشارع نهائي، ولا عايزة اشوف حد، ومكسوفة ان انا اشوف اي حد. بس الايام دي بدأت اتأقلم شوية، حسيت اني بظلم نفسي. طب انا ما عملتش حاجة عشان اتكسف، هتكسف من ايه؟ هو اللي عمل، هو واهله، مش انا الحمد لله طول عمري مؤدبة ومحترمة، ولا حد جه ناحيتي ولا حد لمسني. فبدأت ان انا اخرج شوية بشوية، بس برضو نفسيتي متدمرة ومش عايزة اقابل حد ولا عايزة اشوف حد. عايزاكوا تنصحوني بنصيحة، يمكن النصيحة دي تخرجني من اللي انا فيه، عشان بجد حاسة باكتئاب شديد ومش عارفة اعمل ايه. ياريت كل واحد يكتب لي في الكومنتات اعمل ايه عشان اخرج من اللي انا فيه ده كله.